العربيه الحبيبه، اعزائي احبائي في المملكه العربيه السعوديه، اعزائي احبائي في كل مكان واينما يصل ارسال قناه الرياضه للراديو والتلفزيون العرب. عدنان محمد يحييكم باجمل واحلى وارق تحيه، ويسعدنا ان ننقل لكم على الهواء مباشره لقاء الشقيقين مصر والسعوديه في اول لقاء عربي على كاس القارات، وبالفعل قمه افرو اسيويه، ان يكون لقاء طيبا يليق بسمعه الكره العربيه. تشكيله المنتخب السعودي طبعا مثل ما ظهر بصوره امامكم. في حراسه المرمى راح يكون محمد دعيع، وفي خط الظهر 13 حسين عبد الغني، و4 عبد الله سليمان، و20 محسن الحافي، و5 صالح داوود، و2 محمد شليه، وهناك لاعب ارتكاز ايضا ابراهيم ماطر رقم 6، ومع فهد السباعي 15، ونواف تمياط 18، وفي الهجوم مرزوق العتيبي 9، وابراهيم اسويد رقم 7. بالنسبه لتشكيله المنتخب المصري طبعا راح يكون في حراسه المرمى عصام الحضري. طبعا المنتخب المصري على اليسار في الشاشه بالزي الاخضر، المنتخب السعودي على اليمين بالزي الابيض، وعلى بركه الله وتوفيقه صفر حكم المباراه معلن بدايه زمن الشوط الاول من هذا اللقاء، حقيقه اللي تنتظر الكثير من الجماهير العربيه. الكره راح تعدي وحره مباشره على طول اللعب، كره قدر سويد الى ابراهيم ماطر، او هذا مرزوق العتيبي بناحيه يمين، حاول يعدي كره خطره، انما بتتجه حازم امام، حاول يعدي ومع عبد الله سليمان اللي على ما يبدو مكلف بمراقبه حازم، بيعدي بشكل حلو. حازم حاول يمر بشوط انما بغير رايه فيها، يرجع يلعبها، ولكن كره ايضا تمياط مره ثانيه وهجمه اخرى المنتخب السعودي، محاوله تسديد وكره عاليه فوق العارضه الى تركها في وسط الملعب، ومحاوله من جديد، كره بتعدي وخطره، والدعيع طالع من مرمى، يرجع. استقر به الحال الان لكايزر سلوتر بالمانيا. شليه الى سويد من ناحيه اليمين، يحاول يمر، بيعدي وبيعكس كره خطره، جول! الله! هذا جول! جول! 8 دقائق على بدايه زمن الشوط الاول من المباراه. شوف سويد لما عكسها، وشوف الكره لما عدى عتيبي وحاول يدخل ابراهيم حسن، كره تصل في القايم، وهذه اعاده للكره اللي سددها العتيبي ولمست الحضري واصطدت في القائم الايسر، ولكن شوف هو اللي راح ينفذ، يلعبها على طول اتجاه المرمى، كره ملعوبه بتتهيأ على طول ناحيه اليمين عن طريق العتيبي وامام، وحازم محاول يمررها، كره بتوصل تتهيأ الى ياسر ريان، يغير رايه فيها ياسر وبيسدد، كره بتصطد توصل لياسر ريان مره ثانيه بالاضافه لمسانده ياسر ريان. هذه محاوله وكره خطره على طول الى السبيعي، ومحاوله جيده ايضا هاني رمزي، على طول بيلعب كره، ولكن على ما يبدو في رايه وفي صفاره من حكم، وعلى طول اللعب طبعا ما يقدر يمسكها عصام الحضري، لكن يمر بشكل حلو، يلعبها باتجاه كمونه، كره مقطوعه بلمها ابراهيم سويد، يحاول يمر وبيعدي، حاول يلعب كره خطره، ركله مرمى من جديد ايضا، هجمه للمنتخب المصري، كره تحط على خطره، محاوله قبل جول، الله! بيشيل الدعيه المصري على طولة اللعب ولم سويد، وبالتالي طبعا زياده العدديه تاتي في مصلحه المنتخب السعودي. هذه محاوله بالراس هاني حازم امام حاول يمرر الكره بايطاليا، كره اللعب الى نواف التمياط من ناحيه اليسار، يحطها على الكره خطره عبد الجول من اليسار، شوف التمياط لما حطها، وشوف العتيبي لما تقدم على طول من بعيده على يسار الحضري في الجول هدف ثاني، شوف لما لعبه التمياط حطها على الارض والعتيبي طالع وماخذ مكان سليم ايضا. اللعب باستراتيجيه مغايره عما كان عليه المنتخب المصري في الشوط الاول. ياسر ريان بيلعب كره ومحاوله بالراس تهيأ، انما تسديده وكره عاليه، حول كره ملعوبه، هذا الخطا اللي بيحتسبه حكم المباراه على مرزوق. شوف الاعاده من زوايا مختلفه، وحقيقه وحكم المباراه يشاور لاحتساب 3 دقائق وقت بدل ضايع. كره بيلمها نواف تمياط او حسين عبد الغني، بيحاول وبيلعب كره خطره عند الجول، الله! شالها. ابرز اللاعبين هما عبد الستار صبري وحازم امام، هذه كره منقوله وبيلعب كره طويله. وفي هذه اللحظات سيدة الى استوديو التحليل، وراح يبقى ان المنتخب السعودي كان الافضل خلال الشوط، وبالتالي فرصه الوصول للمرمى قد تكون ابراهيم ماطر. هاتوا خذ، وابراهيم ماطر حاول يهيئ لنفسه زمن الشوط الثاني من المباراه، كره ملعوبه بشكل حلو ومحاوله خطره، عتيبي يحاول يمر ناحيه اليسار باتجاه حسين عبد الغني، يحاول يعدي، بيمر وبيسدد، حلوه للسعودي، اللعب على طول ومحاوله بالراس، كره ومحاوله تسديد، الله! حلوه. الثاني خالد مكان احمد حسن، كره بيصلحها اللي هو حسين عبد الغني، والشيحان حاول يسدد، انجازا غير مسبوق على مستوى القاره الاسيويه. محاوله من الشيحان
وكرة بالتعادل جديد للقارة الآسيوية بصعودها للدور الثاني من نهاية كأس العالم. هذه محاولة شيحان وكرة بالتعادل يهيئها لنفسه وخلص بشكل حلو ماشي وبيحاول يلعب حرة مباشرة عالية وطويلة باتجاه ابراهيم حسن يهيئ براسه ولا كرة بتتهيأ ومحاولة تسديد من إلى محمد يوسف حاول يعكس كرة بتصطد ومحسبي هذه كرة بتتهيأ ومحاولة اللعب باتجاه ابراهيم حسن يلعبها عالية وطويلة ولا اللعب كرة حلوة ومحاولة مرة ثانية من العتيبي تعدي توصل ولكن من أيضا مخضرمين في تشكيل المنتخب المصري إلى الشيحان وكرة خطرة محاولة تسديد اللعب خضر بيجينا جول إنما 12 من زمن الشوط الثاني من المباراة نفس الكرة شوف الإعادة اللعبت وارتدت من حارس المرمى وتغييراته في هذه المباراة. هذه كرة بتلعب وثاني من المباراة وثلاثة للمنتخب السعودي لا شيء للمنتخب المصري. محاولة حطها سويد بشكل حلو تلعب على طول وعبد الله الشيحان من ناحية اليسار يحاول يمر فيها الشيحان بيعدي ودين البديل الجديد يحط كرة على الأرض ودقيقة 19 من زمن الشوط الثاني من المباراة. المنتخب المصري لا شيء ومحاولة من ناحية اليمين من عبد الله الواكد تتهيأ العتيبي يحاول يلعب ولكن المباراة وروح رياضية طيبة أيضا من اللاعبين بتلعب وكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية لصالح المنتخب. ركلة جزاء على ما يبدو ركلة جزاء صدر حكم المباراة وبتتحقق من زمن الشوط الثاني من المباراة. إلى محمد شلية مرة ثانية سويد من ناحية اليمين حاول يلعب كرة على الأرض باتجاه حسين عبد الغني يحاول يسدد ولكن يلمها وليد صلاح الدين وبيعكس كرة بالعرض وبيحاول يسدد ولكن لعب على طول عبد الله الشيحان يحاول يسدد شلية بيحاول مرة ثانية يلعب كرة وبتصطد كرة بتتهيأ محاولة تسديد خطرة تحط الجول انما شيلة 19 ارتدت ومحاولة انما بيكمل عليها عصام الحضري وكرة بتلعب ايضا من جديد محاولة خلص محمد وبيلعب كرة بالعرض صورة المنتخب المصري ولزيادة الفاعلية الهجومية. هذه محاولة ابراهيم سويد ها تخذ تلعب قريبة الى العتيبي عطى بالجول جول الهدف الرابع المنتخب السعودي والثالث العتيبي شوف لما عدى من اثنين من المدافعين الزاوية البعيدة هدف المنتخب السعودي. محاولة وكرة بتعدي توصل الشيحان حاول يمر تروح من امام وتوصل الى شلية حكى المباراة يعطي فيها ادفانتج كرة بتتهيأ حسين عبد الغني يحاول وليد صلاح الدين محمد يوسف عدي قطع بالجول عدى حط الجول محمد يوسف انما تروح من امامه لصدري وحازم امام وكمونه. ابراهيم حسن سبيعي يحط كرة على الارض شيحان يحاول يمر بيعدي العتيبي حط بالجول الله العتيبي للهدف الخامس في مرمى المنتخب المصري. شوف العتيبي لما عدى وشوف لما اخذ محمد يوسف وشوف قدم اهداف كثيره في مرمى المنتخب المصري. هذه محاوله من جديد تلعب وتتهيأ حسام غالب بشوط يشيل السعودي في مرمى المنتخب المصري في تاريخ مشاركاته. وهذه كره بلمها قهوجي على طول بيلعبها لخارج الملعب توصل الى سويد بيحاول يهيئ ومحاوله تسديد مره اخرى الى خارج الملعب. كبير حقيقه للكره السعوديه على طول مع عبد الله الواكد يحاول يلعبها كره تصطاد في الواكد توصل الى وليد صلاح الدين يمر وبيتخلص بيلعب كره بجول انما بيشيل المنتخب السعودي في التسجيل. محاولات كره خطره الله ريحان تلعب مره ثانيه وقهوجي على طول مباشره اللعب كره بتعدي توصل دعاية بشوط ساعة حكم المباراة من باراغواي اللي هو أكينو أبو والدو وبيطلق سيداتي وسادتي صافرة نهاية هذا اللقاء بفوز مؤكد للمنتخب السعودي ب5 أهداف.